بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم حبيب قلبي، عاملين ايه؟ معاكم عبير من مطبخ أكلات بيرو. اللي أول مرة يشوفني ويشوف القناة بتاعتي رجاء أن يشترك ويفعل زر الجرس علشان يوصله كل جديد. النهاردة حبايبي هنعمل مع بعض طريقة عمل الفتة، وازاي نشيل الزفارة منها وازاي نشيل الريم منها. ان شاء الله مش هتلاقي ريم خالص في الشوربة بتاعتك بالطريقة اللي انا هقول لكم عليها. اول حاجه، كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك، اعاده الله عليكم وعلى الامه الاسلاميه بالخير واليمن والبركات يا رب. ان شاء الله تكون سنه سعيده علينا كلنا يا رب، والسنه اللي جايه تكون احسن واحسن باذن الله. آه، النهارده هنعمل مع بعض اللحمه بطريقه السوا بتاعتها. هنعمل الصلصة بتاعتها، هنعمل الدقة اللي هي بتاعت التوم، وهنعمل الرز. يعني كل الفتة من الألف للياء. تمام. زي ما احنا عارفين وزي ما قلت لكم في أول الفيديو، اللحمة مش بتتغسل. اللحمة ما بتتغسلش، في عنوان الفيديو اللحمة مش بتتغسل. فعلا اللحمة مش بتتغسل. اللحمة لو اتغسلت الفايدة بتاعتها بتروح تماما. احنا بنجيب اللحمه من عند الجزار زي ما هي كده. هنقول مثلا ايه؟ طب ايد الجزار، طيب المكان اللي اتقطعت فيه، طيب السلخانه، كل ده له علاج عندنا هنا في الفيديو ده باذن الله. هنشيل الزفاره وهنشيل ال اي حاجه او اي ميكروب او اي ريم على اللحمه بيبقى موجود. ده مش هنلاقيه باذن الله بالطريقه اللي احنا هقول لكم عليها دلوقتي، بالطريقه اللي احنا هنشوفها ان شاء الله. طريقه تعجبكم وتنول رضاكم وتجربوها، هتعجبكم جدا جدا جدا. في منتهى الجمال وفي منتهى النظافه وسهله جدا جدا، من غير ما تنقعي اللحمه ولا تنزلي الدم بتاعها ولا اي حاجه. تمام. هنشوف مع بعض دلوقتي طريقتنا. يلا بينا نحضر الحاجات بتاعتنا ونشوف هنعمل ايه. انا جبت اللحمه كده من عند الجزار زي ما هي كده، ما غسلتهاش ولا شطفتها تحت الحنفيه، زي ما هي كده. تمام. عملت ايه بقى؟ انا جبت عشان تعملي بقى حبه شوربه حلوين. انا شكلت من اللحمه. تمام. انا قلت للجزار عايزه حته من وش الفخده. وش الفخده دي اللي بنعمل منها الاسكالوب. تمام. انا خدت حته من وش الفخده، وخدت حته من الكوستاليتا، وخدت حته من الدوش. تمام. يبقى خدت حته من وش الفخده وخدت حته من الكوستاليتا. والكوستاليتا دي بتبقى طريه جدا جدا، طعمها تحفه. طبعا دي للناس اللي هي الاكيله، الناس اللي هي بتحب اللحمه المدبسه، دي بيبقى مزاج يعني. تمام. وجبت طبعا للي عندي اللي بيحب اللحمه حمرا خالص، جبت من وش الفخده. يبقى انا حطيت هنا من اللحمه من وش الفخده ومن الكوستاليتا ومن الدوش. وقلت للراجل كمان عايزه حته من اللي هي الماسوره. تمام. اداني كده اللي هي الركبه بتاعه الماسوره دي، مش عارفه بيسموها ورده ولا مش عارفه. المهم خدتها. دي برضو بتحلي الشوربه جميله جدا. اول حاجه عملتها، سخنت الحله بتاعتي تمام بدون اي مواد دهنيه. نزلت عليها باللحمه. علشان ايه؟ عشان اقفل المسامات بتاعتها. تمام. بدون غسيل اهي. يبقى انا حطيت اللحمه بتاعتي على نار سخنه جامده جدا في الحله علشان اقفل المسامات بتاعتها. وبعد كده ما قفلت المسافات وقعدت اقلب فيها شمال ويمين كل المسامات بتاعتي، نزلت عليها بميه سخنه بتغلي. خليتها تغلي غلوتين ثلاثه، وبعد كده رحت جايبه حله نظيفه، على حله نظيفه تماما ما فيهاش اي شوربه ولا فيها اي ميه، حطيتها برضو على النار. وطلعت اللحمه زي ما انتم شايفين كده، اغمس اللحمه لتحت كده، المهم كاني بشطف اللحمه في الميه بتاعتها. تمام. اخدت اللحمه بتاعتي كده عفوا، وحطيتها في الحله تاني. الميه بقى بتاعتها دي هي فيها بقى الريم وفيها الزفاره وفيها كل حاجه. انا ما خليتش اللحمه تستوي، انا يا دوبك الميه غلت غلوتين كده. بصي شكل الميه عامل ازاي. طبعا لا فيها فلفل اسود ولا ملح ولا الكلام ده كله خالص. بصي صودا ازاي، ده الريم بتاعها. خلاص. انا بقى حطيت اللحمه بتاعتي كأن هي دي بقى الشطفه بتاعتي، وهي دي. مش هتلاقي ريم في الحله، مش هتلاقي ريم في الحله. نزلت بقى بالبصل بتاعي، ونزلت بقرن فلفل، ونزلت بالورق اللوري وحبهان وبقرن وطماطمايه. تمام. وكم فص توم. ونزلت بالفلفل اسود، وزي ما قلت لكم حبهان على الشوربه. غطيتها بقى، غليت غلوتين كده وغطيتها وسبتها على نار هاديه. خلاص ما جيتش جنبها تاني.
نيجي بقى نعمل الرز بتاعنا. حطيت المادة الدهنية بتاعتي اللي انت بتستخدميها، وغسلت الرز كويس جدا، الرز المصري بتاعنا، وحطيته على الزبدة بتاعتي او السمنة او المادة الدهنية اللي انت بتستخدميها، وشربته كده بالسمنة بتاعتي او بالزبدة. شوحته كده على النار، ونزلت عليه برضو بمعلقتين من الزيت. الزيت بيدي بقى ايه، لمعة للرز وفرفرة يعني، وطعم الزبدة طبعا عشان الزبدة بتدي للرز طعم. تمام. بعلي برضو الحله بتاعتي، تيجوا شفتوا الحرف بتاعها ما فيهاش ريم، ما عينتش منها ريم تماما يا حبايبي، ما عينتش منها ريم خالص، لان طبعا الريم بتاعها وكل الدم بتاعها وكله ده راح في الميه الاولانيه. المهم ان انا ايه دلوقتي بعمل الرز، بقلبه كده زي ما انتم شايفين، نزلت عليه بالملح. والمهم الرزايه بتاعتي تتغلف تماما بالماده الدهنيه اللي انا حطيتها. تمام. تمام. خلاص كده. انا عامله هنا 3 كوبايات من الرز المصري بتاعنا العادي، هنزل عليه ب3 كوبايات من الميه الدافيه او الميه السخنه حسب ما انت عايزه. تمام. بس يستحسن تكون ميه سخنه. خلاص. هقلب بقى كده الرز بتاعي بالميه، وهنزل بقى عليه بقى ايه بنقطتين من الخل. نقطه يعني نقطه صغننه كده. الخل بقى بيعمل ايه، بيفتح لون الرز، بيخلي الرز فاتح وابيض وجميل جدا، وطعمه ما بيبانش خالص. طعمه يعني ما بيبانش، اللي انت بتحطي معلقه. بصي بقى اللحمه وجمالها. في الوقت ده بقى اللحمه بتاعتي دخلت في السوا، ما حطيتش ملح. انا بقى دلوقتي هحط الملح. اول ما اللحمه بتاعتي تخش في السوا اروح حاطه الملح بتاعها. بص بقى ما حطيتش، ما فيش ريم بقى خالص، ولا في مواد دهنيه، ولا في اي حاجه. الشوربه بقى لا ريحتها كانت قلبه الشقه، اقسم بالله العظيم من ريحتها جميله جدا جدا جدا، منتهى الجمال. كده خلصنا اللحمه، سبتها برضو تستوى بالملح بتاعها، وبعد كده هنعمل الصلصه بتاعت الفته. تمام. انا عندي فصوص توم، قشرتهم كده وخرطتهم كده جوليان. تمام. وحطيتهم ايه على نار، حمرتهم شويه. بعد كده هنزل بالصلصه بتاعتي. الصلصه طبعا دي انا مفرزاها ومحضره حاجه العيد قبل منها، مفرزاها حطيتها كده على نار هاديه. هنزل عليها بحبه ملح وحبه فلفل اسود، ورشه صغننه خالص من السكر علشان تعادل الحموضه بتاعه الطماطم. بس كده؟ لا مش بس كده، هنحط عليها برضو رشه صغننه من الخل. الخل بقى مع السكر مع الملح بيدي برضو نكهة حلوة جدا جدا في الصلصة بتاعتي، مع ريحة التوم. بص التوم متحمر، اوعي تحرقي التوم عشان ما يمررش. تمام. في طاسة تانية بقى هنعمل الدقة بتاعتي. انا حمصت كده التوم بتاعي بمادة دهنية بسيطة جدا جدا، وصفيت المادة الدهنية منه. رحت حاطة ليه رشة فلفل اسود يتحمص كده شوية معاه. وبعد كده بقى نزلت بكوباية خل، كوباية من الخل. تمام. قلبتهم كده شويه مع بعض لغايه لما غلوا، والخل شرب من التوم، ورشيت برشه، حطيت رشه صغنونه من الملح. دي كده الدقه الخل بتاعتي. عايزه تزوديها شوربه زودي، بس الشوربه ملهاش لازمه لان هتضيع ريحه الخل. تمام. كده الخل بتاعي خلاص. بص بقى الرز بقى مفرفر وجميل ازاي، جميل جميل جميل. والصلصه بتاعتي بصي اتسبكت وبقت جميله في منتهى الجمال. بالمناسبه لو انت عايزه تعملي طماطم فريش مفيش اي مشكله، نفسها كده بالظبط طماطم فريش. ادي الصلصه خلصت، والدقه بتاعتي خلصت، واللحمه بتاعتي استوت. بص بقت جميله ازاي. بص الشوربه ما فيهاش ريم وبيضه، الشوربه جميله جميله في منتهى الجمال، ريحتها تحفه تحفه يا حبايبي. الفلفل والثوم عاطي لطعم الشوربه، طعمه جميل خطير خطير خطير. ماشي. هنقدم بقى اللحمه بتاعتنا. عملت كده في بوله، حطيت اللحمه من تحت. طبعا اللي عايز محمر حمرت له، واللي عايز مسلوق اديته مسلوق. تمام. انا عن نفسي بحب المسلوق. خلاص. عملت كده في ارضيه البوله، حطيت كام حته لحمه للي حابب طبعا، وحطيت عليها الرز كده. تمام. يعني ايه هحاول ان انا اضغط على الرز علشان ما يتنزلش مني. زودت كده وحاولت ان انا اضغط عليه كده، وهقلبه كده بقى في البول. هحط بقى معلقتين صلصه كده حوالين منه، علشان اللي ياكل اللحمه بالصلصه بالرز تبقى ايه الرز فيه صلصه. تمام. حطيت كده داير ما يدور الصلصه، ما رضيتش اكتر قوي. طبعا ممكن بيحبوا، في اللي بيحب الصلصه ياما، وفي اللي بيحبها حبه صغيرين. فانا حطيت كده على قد، واللي كان بيعوز بيحط. تمام. انا حطيت كده الصلصه بتاعتي داير ما يدور كده على الرز. تمام. انا طبعا البوله دي لنفر واحد، يعني كل واحد عملت له ايه البوله دي. طبعا اللي كان عايز صلصه حطيت له، في ما حبوش العيش، يعني في اللي طلب مني مش عايزين عيش، فانا عملت لكم كده بقى بالعيش. حمصت العيش اللي هو العيش الشامي الابيض من الفرن برضو البلدي بتاعنا، قصقصته وحمرته كده في الزيت ونشرته كده على ورق تنشيف، وقدمته مع الفته.
زقيت العيش بتاعي كده بمعلقتين من الشوربه عشان انا بحب العيش بيبقى ناشف شويه. ضغطت عليها كده بطبق، وهقلب الفته بتاعتي كده زي ما انتم شايفين. بصوا بقى جميله ازاي وحلوه، وفكره جديده، واللحمه جميله ومن غير زفاره ومن غير ما تتغسل. احنا خدنا كده البروتين بتاعها كله. ودي الوصفه بتاعتي كانت النهارده تحفه تحفه، يا ريتكم تجربوها. اللي عجبه الوصفه ما ينسانيش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناه. وان شاء الله اشوفكم وصفات تانية جديده مع اكلات بيرو. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي، ويعود عليكم الايام بالخير يا رب. وان شاء الله اشوفكم السنه الجايه بطريقه فته جديده ووصفه جديده مع اكلات بيرو. انتظروني الفيديو اللي جاي المشاوي. باي باي.